بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم تعليم اللغة السندية بإذن الله تعالى. اللغة السندية مهمة جدا ولا يخفى يعني أهميتها عندنا هنا، خاصة في بلاد السند باكستان. والسند له تاريخ قديم جدا، يعني يصل إلى حوالي 5000 سنة، وهي لغة قديمة جدا ولغة مهمة أيضا، وخاصة لعائلة السندي. فكان بحثت كثير في الإنترنت على اليوتيوب وخاصة في المواقع، ما وجدت شيء يفيد أو أحد يعني يعلم اللغة السندية. فكان المجال يعني موجود، فقلت ليش ما نبدأ ونتعلم اللغة السندية، بما أنني سندي ومن مواليد باكستان السند، لكن عايش في السعودية، كنت عايش في السعودية. فالحمد لله أعرف اللغة العربية كمان. يلا نبدأ يعني بسم الله. أولا عندنا الدرس الأول اليوم، وهي حروف الهجاء. حروف الهجاء باللغة السندية تصل إلى 52 حرف، بما فيها الحروف 28 اللي هي للغة العربية، وتزيد عليها الحروف السندية اللي تصل إلى 52 حرف. فنبدأ بالنطق السندي. الحرف الأول ألف أمب. ألف أمب. الأمب يعني المانجو. ألف أمب. أمب يعني مانجو. ب بدك. ب بدك. بدك يعني البطة. ب بكري. ب بكري. بكري يعني الغنم. भे भित्त. भे भित्त. भित्त يعني الجدار. ते तारो. ते तारो. तारो يعني النجم. थे थेलो. थे थेलो. थेलो يعني شنطة. टे टोपी. टे टोपी. टोपी يعني الطاقية. ठे ठूठ. ठे ठूठ. ठूठ يعني المرفق. से سمر. هو أصلا الحرف الثاء باللغة العربية، لكن السنود ينطقونه زي السين. سي سمر. سمر يعني الفواكه بأنواعها. بي بق. بي بق. بق يعني العمامة. جيم جهاز. جي جهاز. جيم جهاز. جهاز يعني الطائرة. ي جبه. ي جبه. جبه يعني المنطقة اللي داخل اللسان. جي झिरकी. جي झिरकी. झिरकी يعني العصفور. ني جنة. ني جنة. جنة الناس اللي يكونوا موجودين مع العرس. चे चंद्र. चे चंद्र. चंद्र يعني القمر. चे छतरी. चे छतरी. छतरी يعني المظلة أو الشمسية. हे हजम.
هو الحرف يعني حاء باللغة العربية، لكن السنود ينطقونه زي الهاء. هي هجم، هجم يعني الحلاق. خي خجر، خي خجر، أو الحمار الوحشي الله يكرمكم. دال در، دال در، در يعني الباب. धाल धोबी، धाल धोबी، धोبي اللي يغسل الملابس اللي في المغسلة وغيرها. دال ديدر، دال ديدر، ديدر يعني ضفدع. درال دريل، درال دريل. ढाल ढगु، ढाल ढगु. زال زرو، هو الحرف الذال باللغة العربية، لكن السنود ينطقونه زي الزاء. زال زرو، زرو يعني الذرة أو الحصة أو الجزء من أي شيء، يعني جزء من أي حصة من أي شيء. ري ريل، ري ريل، ريل يعني القطار. ري ماري، ري ماري، ماري يعني الجزء العلوي من البيت. زي زنجير، زي زنجير. سين سيتي، سين سيتي، سيتي يعني الصافرة. شين شيه، شين شيه، شيه يعني الأسد. صاد صوف، صاد صوف، صوف يعني التفاح. ضاد ضيف، ضاد ضيف، هو الضاد أيضا ينطق زي الزاء. ضاد زا زيف، ضيف يعني ضعيف، رجل شيبة ضعيف. توي توتو، توي توتو الببغاء، توتو. زوي ظالم، زوي ظالم، ظالم يعني اللي يظلم أي أحد، الناس أو الحمير أو الله يكرمكم الحيوانات. عين عينك، هو الحرف عين لكن السنود ينطقونه زي الألف. عين عينك، عينك يعني النظارة الشمسية سواء كانت أو أي شيء. غين غاليتشو، غين غاليتشو، غاليتشو يعني اللي يفرشونه على الأرض، يعني القالين زي هذا. في فصل، في فصل حقول الزراعة أي شيء. في فوكنو، في فوكنو، هو زي الفاء لكن ينطق شوية، يكبر شوية زي بالإنجليزي لما ينطق بي اتش، بي بي في فوكنو، فوكنو يعني بالون. قاف كلم، هو الحرف قاف لكن السنود ينطقونه زي الكاف. كاف كلم، كلم يعني القلم المعروف. كاف كتاب، كاف كتاب. खे खट, खे खट, खट यानी السرير. गाफ गडह, गाफ गडह, गडह यानी الحمار الله يكرمكم. गे गऊ, गे गऊ, गऊ यानी البقر. घे घोड़ो, घे घोड़ो, घोड़ो यानी الحصان. ङे सिंह, ङे सिंह, सिंह यानी القرون.
لام لكड़، لام لكड़، لكड़ يعني العصا. ميم مच्छी، ميم مच्छी، مच्छी يعني السمك. نون نارنجي، نون نارنجي، نارنجي يعني البرتقال. णे वण، णे वण، वण يعني الشجر، أي شجر. واو वांगण، واو वांगण، वांगण يعني الباذنجان. हे हाथी، हे हाथी، हाथी يعني الفيل. الهمزة ايت، همزة ايت، ايت هذا اللي كان يغزلون به في القديم الصوف. ये يكتارو، ये يكتارو، يكتارو طبعا معروف تعرفون هذا. فهذه كانت حروف اللغة السندية ومجموعها 52 حرف. فإن شاء الله سوف نلتقي في الدرس الثاني اللي هو حيكون عن أيام الأسبوع باللغة السندية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.